الحقيقه كان من اصحاب كان مميز في الاسابيع الثلاثه السابقه، وكان ضمه للمعسكر كابتن حسن شحاته، لكن ما سافرش معاهم للكونغو. احمد المحمدي في اتجاه عبد العزيز توفيق، ولكن محمد ابو خنجر. احمد المحمدي التماس، المحمدي على طول ولكن مغطي الشايب، بتتلعب على طول في اتجاه أسامة رجب، وبيطلع لعامر. عامر من الحراس الصغار صاحب 19 عام. عامر على طول تماس رافع كابتن احمد دغيش للاتحاد. يبقى نادي انبي حتى الان مسيطر على منطقه نص الملعب بفضل تحركات محمد ابراهيم وعبد العزيز توفيق واسلام عوض. راميهم كده كابتن انور سلامه في نص الملعب عشان يعمل الكثافه العدديه. ديفوني للمحمدي على طول. ديفوني خطير وسريع. ديفوني على طول، ولكن طويله تبقى ضربه مرمى للاتحاد. جماهير الاتحاد لا تهدأ، تشجع وتؤازر فريقها. الهاني سليمان على طول اماميه في اتجاه ميدو، ولكن مانو، اسلام عوض وعبد الله رجب. محمد ابراهيم من اصحاب السرعات المميزه في الدوري، من اللعيبه المصريين السرعه جدا ونخلي بالنا منه. محمد ابراهيم واحمد زغلول، ولكن عامل كده التغطيه ابراهيم الشايب. ابراهيم لناجي جده، ولكن تماس لانبي. انبي الاخطر حتى الان ولكن بدون فاعليه. تماس على طول عبد العزيز توفيق، عدى عبد العزيز وعمل كروس حلو قوي في اتجاه ديفوني، ولكن تعدي منه. ومحمود شاكر على طول بيلعبها اماميه. بقول لحضراتكم كابتن انور سلامه، عبد العزيز توفيق عامل مع اسلام عوض مع محمد ابراهيم عاملين ماسكين نص الملعب تمام. على طول محمد ابراهيم عمل صاروخ حلو قوي لاحمد رؤوف. يا خبر ابيض، مش ممكن يا ديفوني، ياه، كان هيبقى هدف اول. افتتاح الانبي كان هيبقى هدف اول، ولكن ديفوني رفض الهديه ورفض الفرصه. مش ممكن، كرة متقشرة لديفوني، ولكن بيطيح بيها خارج المرمى. بقول لحضراتكم تحركات محمد ابراهيم في منتهى الخطوره، عمل صاروخ خطير جدا لاحمد رؤوف، ولكن ما احسنش استغلالها ديفوني. انبي الاخطر اسلام عوض، وتصويبه كده ولكن ضعيفه توصل لالهاني سليمان. الهاني سليمان ايد ورجل كده على طول في اتجاه ميدو المحاصر من مانو واسامه رجب، ولكن بيحاول التغطيه. جده سريع ومميز. جده على طول محمد ناجي. جده وعملها حلوه، ولكن محمد عامر يتألق والله في الكرة دي. لعبها له على الضيقه محمد ناجي جده، ولكن عامر يتصدى لها باقتدار والله، فهمها وراح لها صح وخد الثبات بتاعه صح واخرجها ركنيه للاتحاد. تقابل مين؟ ما تقابلش حد. ورافع الكابتن سامح مصطفى زقه من محمد ناجي جده. لقاء حلو، فرصه الانبي لا تعوض، وفرصه للاتحاد خطيره. عامر على طول في اتجاه احمد رؤوف. بقول لحضراتكم مهاجم مميز جاي من نادي القناه. وهاندبول لانبي. مانو من اللعيبه الافارقه اللي اثبتت وجودها في الدوري المصري. ديفوني، ولكن اخده كده ابراهيم الشايب، اخده كده زقه على طول، ضربه حره مباشره لانبي من مكان مميز جدا. هنشوف في عبد الله رجب من اصحاب التسديدات القويه، في احمد المحمدي واقف جنبها، لسه هنشوف.
بقول لحضراتكم دائما لقاءات الفريقين تكون لقاءات ممتعة بين انبي والاتحاد، لكل منهم 7 نقاط. احمد المحمدي بيظبط وعبد الله رجب يتابع، والهاني سليمان بيظبط الحيطة. عبد الله ولا احمد مين لا يشوط؟ احمد المحمدي، ولكن تعلو العارضة وضربة مرمى للاتحاد. الهاني سليمان، بنبارك لمنتخبنا المصري، منتخب اللي دايما مفرحنا والله. الحمد لله اجتزنا عقبة الكونغو ووصلنا للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله نوصل. نتمنى أن تخدمنا القرعة بقى، مش كل مرة بقى تقف في صفنا، ولكن إن شاء الله ربنا هيكرمنا في الآخر. على طول محاولة من محمد إبراهيم، ولكن ضربة مرمى للاتحاد. الهاني سليمان، بقول لحضراتكم نتمنى ان شاء الله القرعه تخدمنا في تصفيات 2002، وقعنا مع المغرب والسنغال والجزائر، وفي تصفيات 2006 مع الكاميرون والكوت ديفوار. وادي جده، ولكن حيشو كده. نعود للدوري المصري، وحيشو عبد العزيز توفيق وفاول. ضربه حره مباشره للاتحاد. حيشو عبد العزيز توفيق وضربة حرة مباشرة للاتحاد. لقاء جميل حتى الآن. انبي بادئ بسيطرة، ولكن الاتحاد يبادلوا الهجمات، وضيع كرة لمحمد ناجي جده، لعيب خطير جدا، لعيب مميز. كان الموسم الماضي يعني الإصابات كده كانت حالة دون تألقه. عبد الحميد حسن ميدو، هل يهز شباك فريقه السابق؟ هنشوف. عبد الحميد هو الأقرب لها، عبد الحميد حسن، ولكن سددها على طول. بيطلع عبد العزيز توفيق، أبو خنجر بيرجع على طول للهاني سليمان، وبيضغط عليه أحمد رؤوف. الهاني بيهدي اللاعب الهاني سليمان. 11 دقيقة حتى الآن أصدقائي المشاهدين. الهاني بيحاول يكسب أرض كده على طول أمامية في اتجاه محمد ناجي جده، اللي لما بتحرك فريق الاتحاد كله بتحرك معاه، جمهور اسكندرية بتحرك كله كمان مع جده، من أصحاب المهارات المميزة. إسلام عوض تعازم كده مع أسامة رجب، ولكن